بقدر أمان المناصرين الجزائريين جاء الواقع مخالفا، وإن حاول اللاعبون تصحيحه رغم علمهم أن مصيرهم ليس بأقدامهم بل بنتائج غيرهم. كانت المباراة بالنسبة للجزائر أشبه بالمتفرج على شاشتين، عين على ملعبه والأخرى على ما تفرزه مباراة تونس وزيمبابوي. كان الأمل في البداية مرتفعا قليلا. سفيان هني يمنح سليماني كرة لقطع صيامه عن التهديف، فعلها إسلام بعد مرور 10 دقائق، وكاد رياض محرز ينال من شباك السنغال والحارس ندياي يتدخل. لم يترك السنغاليون الخسارة تتبعهم إلى غرف الملابس، فتمكنوا من تعديل النتيجة قبل صافرة نهاية الشوط الأول بهدف باب كوليديوب. الشوط الثاني كان كسابقه، المنتخب الجزائري تمكن من التفوق مجددا بهدف وقعه إسلام سليماني على غير عادته بالقدم في الدقيقة 52، والفرح الجزائري بالهدف لم يدم إلا دقيقة واحدة. موساسو تمكن من تعديل النتيجة بتسديدة قوية. سفيان هني وضع إسلام سليماني وجها لوجه أمام الهاتريك، لكن كرته جانبت القائم، ومرت مشاركة المنتخب الجزائري جانبا على نحو غير متوقع. محارب الصحراء لم يحقق الاستفاقة المطلوبة حتى في آخر المباراة. كان علينا أن نلعب من أجل الشرف، وذلك ما قمنا به. صنع عدد من الفرص للتهديف ونشعر بخيبة أمل. أنا لم أفهم الحكم، لا أتحامل عليه، ولكن من الغباء التصفير، وبقي دقائق للعب وأنا فخور باللاعبين بأدائهم. أخذنا المبادرة على فريق السنغال متميز رغم التغييرات، ومن الصعب اللعب ضد لاعبين يريدون إبراز أنفسهم من مدربهم. واش كان ينقص المنتخب؟ أنا بالنسبة لي كان ينقصنا شوية حظ. كان علينا نربحوا المقابله الاولى، ما ربحناش المقابله الاولى، زدنا لعبنا المقابله الثانيه دروي مغاربي، والديربي راك تعرف ما تقدرش تقول شكون الفائز شكون الخاسر. وحبيت نقول لك حنا لازم نتعلموا من الاخطاء. حنا رانا عندنا 3 سنين ولا 4 سنوات حنا نقولوا نتعلموا من الاخطاء، بصح اللاعب كره القدم يتعلم اخطاء في كلها في 25 في 28 سنه في 30 سنه. لازم نتعلموا من الاخطاء تاعنا ونجسدوهم في الواقع ونبقاو نزيد نخدموا ان شاء الله. أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم استقالة المدرب البلجيكي جورج ليكنز من منصبه رفقة طاقمه الفني. البيان الرسمي الذي نشره الاتحاد الجزائري على موقعه الرسمي أكد أن الاستقالة جاءت عقب الخروج المبكر من كأس أفريقيا، وكان المنتخب الجزائري من المرشحين نظريا للفوز. غادر المسابقة من دورها الأول بعد أن حقق نقطتين من تعادلين مع كل من زيمبابوي والسنغال وخسارة أمام تونس. تسارعت وتيرة الأحداث داخل منتخب الجزائر بعد الخروج من الدور الأول كأس أفريقيا. يرحل المدرب البلجيكي جورج ليكنز بعد الضغوط المتزايدة من الجماهير والمسؤولين. مراسلنا حسين بوصالح رصد ردود الأفعال حول إقصاء المنتخب ورحيل المدرب في سياق تقريره التالي من الجزائر. خيبة أمل كبيرة زلزلت الشارع الرياضي الجزائري عقب مرارة الإقصاء من الدور الأول لكان الجابون. ارتدادات الأولى لهذه الهزة بدأت بسقوط المدرب جورج ليكانس الذي قدم استقالته أو أرغم عليها بعد 24 ساعة من مباراة السنغال. وتباينت وجهات نظر المتابعين بالجزائر حول أسباب الاستقالة ومدى تأثيرها في استقرار المنتخب الذي تعاقب عليه لحد الآن 3 مدربين في فترة وجيزة. وهل يتحمل ليكانس وحده مسؤولية الإقصاء أم أن هناك أطراف أخرى؟ رحيل جورج ليكانس لن يبرر الإقصاء من الكان، خصوصا بهذا الجيل الذي يمتلك أفضل اللاعبين الناشطين في الدورية الأوروبية. والحل اليوم بحسب العارفين بشؤون كرة القدم هو إعادة النظر في السياسة الكروية بالجزائر وإحداث تغييرات في المستقبل القريب. رهان كبير سيكون على عاتق الاتحادية الجزائرية والمدرب القادم الذي سيكون في مهمة صعبة، وهي تأهيل الجزائر إلى مونديال روسيا 2018.
واخيرا انتهت قصة البلجيكي جورج ليكنز مع المنتخب الجزائري، غير ان مسلسل الاخفاق في كان الجابون لم ينتهي بعد، لان الايام القليلة القادمة ستبرز ابرز حلقاته. إعلان الطلاق بين ليكنز والاتحاد الجزائري بعد الوجه الشاحب للخضر في نهائية الجابون جاء ليؤكد أن أبرز المنافسين رمى المنشف مبكرا في مجموعة لم يعرف فيها رفاق أفضل لاعب في القارة طعم الفوز. فترة البلجيكي تنتهي بشكل دراماتيكي دفع خلاله المنتخب ولا زال فاتورة القرارات الارتجالية لاتحاد اللعبة بالتعاقد مع مدربين اثنين في فترة قياسية. فمنذ رحيل البوسني هاليلوزيتش بعد مونديال البرازيل والاستعانة بغوركيف وأفكاره ومكانته المرموقة في بلاده، إلا أن الناخب الفرنسي لم يعمر طويلا في ظل الصراعات الداخلية حتى دفع للاستقالة. وبقدوم السربي رايفاتش المتقاعد منذ مونديال جنوب إفريقيا بدأت بوادر التخبط تتأكد إثر كبوة الكاميرون في البليدة والسقوط الثلاثي في نيجيريا، ليعود الرجل من حيث أتى وتدخل الكرة الجزائرية في رحلة البحث عن البديل في ظل تهميش المدرب المحلي. ليقع الاختيار على ليكنز بوصفه المنقذ، وكيف لغريق أن ينتشل غيره مما هو فيه؟ فهل هي بداية النهاية لهرم الكرة الجزائرية التي بات اتحادها إمبراطورية بأتم معنى الكلمة؟ ومن سيقود سفينة الخضر فيما تبقى من تصفيات مونديال روسيا وتصفيات كان 2019 لانتشالها من القاع قبل فوات الأوان؟